عملت حاجه هنا مهمه. تمام، قام جايه راحت على خليج العقبه وقفلته. حبايبنا ابطال تالتة اعدادي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى ان شاء الله صديقي جاي لك بتاني مراجعه عندنا، بس المره دي هتكون مراجعه تاريخ على المنهج كله. تمام، مراجعه التاريخ اللي عندك كلها. الوحده عندها مستر الاولى في التاريخ والثانيه كمان في التاريخ. تمام، هنحل شويه اسئله ان شاء الله لما افكار الجزء بتاع التاريخ كله باذن الله، وحاول كده تركز معانا. يلا بينا يلا بينا. بيقول لك في البداية يا صديقي: تدهورت الحياة الاقتصادية في مصر قبل ثورة 23 يوليو بسبب ايه؟ بص يا حبيب قلبي، احنا قلنا في البداية يا مستر ان هنا كان حصل عندي سوء في الاحوال الاقتصادية، وده كان بسبب معاهدة اسمها معاهدة 36، صح؟ اللي جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، صح؟ تعال بقى نختار، يلا ادي تنفيذ معاهدة 36. لان احنا خدنا الترم الاول ان احنا يا مستر هنديهم المطارات بتاعتنا والطرق، وكمان هنعمل لهم سكنات، صح؟ واماكن التدريب بتاعتهم احنا اللي هنعملها لهم. فالكلام ده كله ادى لتدهور يا مستر عندي الحياه الاقتصاديه. تمام، نيجي بقى للسؤال الثاني. بيقول لك العامل المشترك بين سوء الاحوال الاجتماعيه وعدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه، يعني عايزين حاجه تكون موجوده في الاثنين. اول حاجه في الحياه الديمقراطيه السليمه كان عندي صراع بين الاحزاب السياسيه من اجل الوصول للحكم، يعني كانوا هم هدفهم الوصول للكرسي. انما هنا يا صديقي عندي في الاحوال الاجتماعيه قال لك برضو ان حصل يا مستر حاجه اسمها فساد الاحزاب السياسيه. وطبعا يا مستر هي السياسه بتاعتهم ما كانتش بتبين لنا ان هيبقى في اصلاح اجتماعي اساسا. معايا؟ يعني الناس دول ما كانش عندهم خطه كده يقولوها لنا ان هم ناويين يظبطوا الحياه الاجتماعيه بتاعتنا، الاحوال الصحيه، الاحوال التعليميه وغيره وغيره وغيره. طيب يعني انا كده يا مستر عندي مشكله، صح؟ الا وهي الصراع ما بين ناس اسمهم الاحزاب السياسيه، صح كده؟ فبالتالي كده لما اجي اختار يا مستر هلاقي عندي اول حاجه الصراع بين الاحزاب. تمام، بس خلي بالك قلت لك الصراع بتاع الاحزاب ده ما كانش عشاني وعشانك، ده كان عشان خاطر حاجه اسمها الوصول للحكم. ركز فيها بالله عليك. بعد كده صديقي بيقول لك: سيطر على جميع قطاعات الجيش المصري بعد إذاعة البيان الأول للثورة. جماعة بعد ما ذعنا البيان الأول للثورة، البيان ده أولا اتذاع بصوت محمد أنور السادات، ولكن كان باسم اللواء محمد نجيب. بيقول لك بقى بعد ما أذعنا بيان الثورة الأول الجميل ده، مين اللي أصبح مسيطر على جميع قطاعات الجيش المصري؟ ألا وهو محمد نجيب. آدي محمد نجيب. تمام؟ بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك اسرع انجازات ثوره 23 يوليو 52 تمت في المجال ايه؟ حضرتك دايما بتغلط في السؤال ده، فركز بقى معايا. جماعه انا اول انجاز عندي كان في المجال الاجتماعي. طيب اخترناها، بس ليه؟ تعالى بقى نشوف الكلام ده. قال لك اول حاجه انت عندك قانون اسمه قانون الاصلاح الزراعي. مظبوط؟ مظبوط. واحد تاني هيقول لي يا مستر انا عندي حاجه تانيه اسمها اساسا المفروض في المجال السياسي الغاء عندك دستور 23. اهو ادي الغاء دستور 23. مظبوط يا مستر، ما هو انا اول حاجه عندي في المنهج عندي او في الكتاب مكتوب لي الانجازات السياسيه ومكتوب لي دي، صح؟ منين بقى بتقول لي قانون الاصلاح الزراعي؟ تعال بقى اما اقول لك الفرق. هما الاثنين حصلوا في نفس السنه، سنه 52. تمام، فين بقى الفرق؟ قانون الاصلاح الزراعي الجميل ده حصل امتى يا مستر؟ حصل في سبتمبر، يعني شهر 9. انما يا صديقي الدستور ده حصل في شهر ديسمبر، اذا فده شهر 12. فبالعين كده حضرتك وانت مركز معايا، 9 الاول ولا ديسمبر؟ اكيد شهر سبتمبر اللي هو 9. فبالتالي كده يا مستر هختار المجال الاجتماعي. تمام يا صديقي؟ تمام. نيجي بعد كده بيقول لك من اهم انجازات ثوره يوليو في المجال السياسي. في المجال السياسي انا عندي يا مستر شويه حاجات، تعالوا نفتكرهم مع بعض. واحد قال لك الغاء دستور 23. اثنين يا مستر حل الاحزاب السياسيه. ثلاثه قال لك الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه. اربعه توقيع اتفاقيه الجلاء. رقم 5 رحيل القوات البريطانيه عن مصر. رقم 6 تاميم شركه قناه السويس. 6 نقط. تعال نشوف واحده منهم هتلاقيها اللي هي ديت الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه. تمام، واصبح
اول واحد هيبقى رئيس عندنا هو محمد نجيب. يعد من انجازات ثوره يوليو في المجال الاقتصادي، والاقتصادي يا حبيب قلبي هو يقصد بيه 3 حاجات عندك: زراعه، صناعه، تجاره. فاحنا عايزين حاجه تكون موجوده في اي واحده فيهم. تعال نشوف كده. توقيع اتفاقيه الجلاء يا مستر ديت حاجه في المجال السياسي، مش معايا. طيب تأميم شركة قناة السويس برضو مجال يا مستر سياسي. طيب عندي بعد كده تمصير شركات التأمين. مستر الكلام ده حصل في مجال التجارة. تحديد ساعات العمل ده مستر في المجال الاجتماعي. طب يا مستر انت قايل لي التجارة دي في المجال الايه؟ الاقتصادي. زراعة، صناعة، تجارة، مجال اقتصادي، فاختار حاجة اسمها تمصير شركات التأمين. تمام؟ بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك التعليم الفني الصناعي قاطرة التنمية لمصر. طبقت هذه العبارة على إنجازات ثورة 23 يوليو في المجال الإيه؟ بص يا حبيب قلبي، الصناعي أنا لسه قايل لك الاقتصاد، يعني بتكلم على الزراعة، بتكلم على الصناعة، بتكلم على التجارة. حصل مستر. إذا فالتلاتة دول هيكونوا في المجال الإيه؟ الاقتصادي، وأنا عندي يا مستر الصناعي. تمام؟ ما تنساش بالله عليك. صدور قوانين الاصلاح الزراعي يحقق هدف ثوره 23 يوليو 52. استنى بقى مستر، هي ايه اهداف الثوره اصلا؟ اهداف الثوره انا قلت لك 3 قضاء و3 اقامه، صح؟ اول حاجه هقضي على الاستعمار واعوانه، 2 هقضي على الاقطاع، 3 هقضي على الاحتكار وسيطره راس المال. تمام. عندي طبعا لو هعمل حاجه اسمها اقامه فهعمل جيش وطني قوي، هعمل حياه ديمقراطيه سليمه، هقيم عداله اجتماعيه. طيب تعالى بقى نشوف يا مستر قانون الاصلاح الزراعي ده كان ايه اصلا، عشان ينافس ايه او عشان يلغي ايه اصلا؟ قال له يا مستر انت كان عندك ظاهره اسمها ظاهره الاقطاع، يعني فئه صغيره تملك وتستبد، صح؟ تمام. قال لي بقى لما عملنا قانون الاصلاح الزراعي ده حدد ملكيه الارض الزراعيه في النهايه. طبعا احنا عملنا قوانين اخرى، في النهايه حددت يا مستر 50 فدان للفرد، وده زاد من تملك الفلاحين من الاراضي. مظبوط. يعني انت عايز تقول لي ان انت كده قضيت على ظاهره اسمها ظاهره الاقطاع؟ اصحى معايا بالله عليك، اصحى. بعد كده بيقول لك يعتبر رفض مصر للانضمام للاحلاف العسكريه من انجازات ايه؟ حبيب قلبي مصر راحت عملت يا مستر حاجه اسمها عدم الانحياز، صح كده؟ وقلنا يا جماعه عملتها مع الهند ومع يوغوسلافيا واندونيسيا، صح كده؟ طيب عملنا مستر مؤتمر اسمه باندونج سنة 55. تمام. معنى كده يا مستر اللي عملته مصر دوت كان في انه مجال يا ترى؟ في السياسي، اقتصادي، اجتماعي، ولا عربي ودولي؟ العربي والدولي، لان انا رحت قعدت مع دول اهي، حاجه دوليه، عدم الانحياز لاي من الكتلتين الشرقيه او الغربيه. بعد كده بيقول لك وافق الملك فاروق على مغادره البلاد قبل الميعاد المحدد من قيام ثوره 23 يوليو. طبعا صح، احنا قلنا له اخرك عندنا في البلد الساعه 6 من مساء يوم 26 يوليو. الراجل مشي، ايوه مشي، لانه ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه وتخلي الانجليز عنه. كان ثوره 23 يوليو اثر بعيد المدى بالنسبه للعاملين الذين اصبحوا غير قادرين على العمل. طبعا صح، وده كان موجود عندك في المجال الاجتماعي. قال لك الناس اللي مش قادره بقى تشتغل دي نعمل لها ايه يا مستر؟ قال لك طلعنا لهم، اصدرنا قوانين التأمينات والمعاشات للموظفين والعمال. فمعنى كده ان الثوره سابت لي اثر بعيد المدى للناس اللي بعد كده مش تقدر تشتغل، اللي هيطلعوا على سن التقاعد او سن المعاش، هنوفر لهم تأمينات ومعاشات. تمام؟ بعد كده بيقول لك اهتمت ثوره 23 يوليو ببعض الصناعات لخدمه المجال الزراعي. مستر هم عملوا صناعه تخدم الزراعه عندي؟ طب ما تيجي نفكر فيها كده. قال لي تعالى، هم في الاول يا حبيب قلبي عملوا مصانع حديد وصلب، وقلنا حديد هتبقى موجوده عندك في حلوان. تمام، ده عايز يعني تقربها لنفسك. الف س اسمده، الف س اسوان. طيب تعالى يا حبيب قلبي نركز في الحته دي. انا عملت مصانع للاسمده، صح؟ والاسمده دي انا بستخدمها في ايه يا حبيب قلبي؟ جدع، بحطها مستر عندي في الزراعه، صح؟ عشان ابدا ان انا اخلي التربه تبدا تطلع لي محصول كويس، صح؟
يعني معنى كده يا مستر ان هي عملت لي صناعات خدمتني في المجال الزراعي. تمام؟ فركز في السؤال ده عشان هو لافف شويه. من هو تولى رئاسه الحكومه المصريه في فبراير 42؟ قلنا مين يا جماعه؟ بنوته شاطره كده هتقول لك ده مصطفى النحاس، خدناه الترم الاول وخدناه الترم ده كمان. تنازل له والده عن العرش، الكلام ده سنه 52 وكانت من طلبات الثوره. تمام؟ قال له يا مستر ده احمد فؤاد الثاني. بعد كده صديقي بيقول لك اتفاقيه تم توقيعها عندك في 54 وتعد من الانجازات السياسيه للثوره. حبيب قلبي الاتفاقيه دي اسمها ايه؟ اتفاقيه الجلاء. تاني اسمها اتفاقيه الايه؟ الجلاء، اللي هو جلاء القوات البريطانيه عن مصر. حركه دوليه تبنتها مصر في مؤتمر لسه قايلينه باندونج سنه 55 دوت اسمه ايه يا حبيب قلبي؟ عندها مثلا اسمها حركه عدم الانحياز. حركه عدم الانحياز. تمام؟ بعد كده بيقول لك بما تفسر قيام ثوره 23 يوليو. بص بقى انت عندك هنا 6 اسباب. يعني السؤال ده انت معاك تكتب فيه زي ما انت عايز، ولكن هنكتب بس النقط الرئيسيه. تمام؟ انا عندي كام نقطه؟ عندي 6. تعال بقى نكتبهم واحده واحده مع بعضينا. اول حاجه يا صديقي قال لك هنا استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون البلاد. شؤون مصر الداخليه لسه بيتدخل بدليل حادثه 4 فبراير. طيب تمام. قال لك رقم 2 قال له يا مستر فساد النظام الملكي، استبداد الملك فاروق يعني. طيب وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقه الاسلحه الفاسده. رقم 3 قال لك هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين. تمام. بعد كده صديقي قال لك هنا رقم 4 عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. ما عنديش حياة ديمقراطية خالص في البلد. بعد كده يا صديقي رقم 5 قال لك يا صديقي تدهور الأحوال الاقتصادية. رقم 6 قال لك سوء الأحوال الاجتماعية. دي عوامل قيام الثورة. تمام؟ قامت عشان 6 أسباب، وخلي بالك إن كل نقطة من دول جواها كلام تاني وجواها سؤال تاني. تمام؟ بعد كده بيقول لك هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. بص بسبب دعم وعدم. دعم وعدم. تعال نكتب يلا ادي 1 بسبب دعم بسبب عدم. تعال اول حاجة قال لك بسبب دعم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لاسرائيل. جماعة في حرب فلسطين بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وقفوا جنب فلسطين وقدموا لها مساعدات. طبعا المساعدات دي قد تكون سياسية، اقتصادية، عسكرية. تمام؟ 2 قال لها مستر عدم استعداد الجيوش العربية عسكريا للحرب. جماعة احنا كنا في الحرب ما كناش مستعدين بشكل كامل، كان عندنا طبعا نقص تدريب وعندنا اسلحة تمام بايظة كمان، فالموضوع كان معانا صعب. بعد كده بيقول لك مغادرة الملك فاروق لمصر قبل الميعاد المحدد. لسه قايلها لك من شوية. هو مشي ليه يا مستر وسمع الكلام كده ووافق؟ قال لك لأنه أدرك أن الشعب والجيش بيكرهوا حكمه وكمان الإنجليز تخلوا عنه. تاني لأنه أدرك أن الجيش يا صديقي والشعب يكرهان حكمه، خلاص زهقوا منه. 2 قال لي تخلي الإنجليز عنه. الإنجليز تخلوا عنه. تمام؟ بعد كده حبيب قلبي بيقول لك النتيجة اللي ترتبط على توقيع مصر لمعاهدة 36. المعاهدة اتعملت فينا ايه يا مستر؟ قال لك يا صديقي ان هي جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، بدليل ان احنا قلنا لهم هتاخدوا المطارات بتاعتنا، صح؟ ده في الترم الاول، وهنعمل لهم سكنات ومعسكرات للجنود. يعني يا مستر كان بيستغلونا اثناء الحرب. تمام؟ وكمان يا مستر استغلوا كمان كل الموارد بتاعتنا، استفادوا منها بشكل كامل هم والحلفاء بتوعهم. تعال نكتب يلا الكلام ده. قال له يا مستر ده
أدى إلى أن جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية. العالمية كم؟ الثانية. طيب رقم 2 قال لها مستر الاستفادة من الموارد. تمام؟ قال لك يا باشا ان هم هيستغلوا الموارد ويستفيدوها لصالح بريطانيا وحلفائها. هم يستفيدوا بالموارد. طب الكلام ده ادى لحاجه ثانيه اصلا. طبعا ركز بالله عليك. واحد، ده ادى الى ارهاق الاقتصاد المصري وزياده معاناه افراد الشعب المصري. افراد الشعب. السؤال ده مهم على فكره، مهم جدا جدا جدا. تاني، يبقى انا مستر عندي المعاهده ديت خلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالميه الثانيه، وكمان يا مستر استغلوا واستفادوا من كل الموارد بتاعتنا، والموارد بتاعتنا راحت لصالح بريطانيا وحلفائها. وده كمان نتائج ادى لايه؟ ادى لارهاق الاقتصاد المصري، لان هم مستر كانوا مبهدليننا حرفيا واخدين كل الموارد بتاعتنا، فالاقتصاد بتاعنا بقى مرهق، وكمان افراد الشعب بداوا يعانوا بشكل اكبر. بعد كده بيقول لك سوء توزيع ملكيه الاراضي الزراعيه في مصر. ده ادى لايه؟ حبيب قلبي، سوء توزيع ده يعني واحد مثلا وليكن عنده 500 فدان وواحد اساسا زيرو ما عندهوش، صح؟ قال لها يا مستر طب ما ده ادى الى ايه؟ مما جعل فئه صغيره تملك وتستبد. فئه صغيره؟ قال لك ايوه، ما هو الناس اللي عندها اراضي دول هم حبه صغيرين اصلا، مش كل الشعب مثلا، او مثلا النسبه الاغلبيه مثلا وليكن هم اللي معاهم اراضي، لا ده العكس. تاني، ده مستر هيقول لك مما جعل فئه صغيره تملك وتستبد. للاسف فئه بقت هي مصر اللي مسيطره على جميع الاراضي الزراعيه. بعد كده بيقول لك انشاء مصر للسد العالي. ركز بقى يا حبيب قلبي، مصر عملت السد العالي ليه؟ هنعمل سد يا مستر اولا عشان نحمي نفسنا من الفيضان، 2 كمان بدل ما الميه تيجي تغرق البلد ومعظم الميه يروح على الارض، طب ما هنخزنها. رقم 3، طب ما ولد منها طاقه اسمها الطاقه الكهرومائيه، صح؟ تاني قال لها مستر لحمايه مصر من الفيضانات، 2 تخزين المياه، 3 توليد الطاقة الكهرومائية. نولد طاقة الكهرباء يعني من المية. تمام؟ بعد كده ندخل على الدرس الثاني يا صديقي. قال لك هنا ظهرت أطماع إنجلترا في فلسطين بشكل واضح. إمتى؟ مستر السؤال ده احنا بنقع فيه، يا ترى قبل الحرب ولا بعد الحرب ولا اثناء الحرب ولا ايه بالظبط؟ تعال بقى مع بعض. قال له يا مستر انا عندي كان واحد اسمه وزير خارجيه بريطانيا، صح؟ طلع تصريح او وعد اسمه وعد بلفور، اللي هو بيقول لك يا حبيب قلبي ان تتعهد بريطانيا بان تبذل مساعيها في انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ركز بقى معايا كده. التصريح ده كان في 1900 وكام يا صديقي؟ 17، صح؟ طب تعالى، الحرب العالمية كانت كام؟ الحرب العالمية الأولى 1914 ل 1918. طيب 17 ده التاريخ ده كان قبل الحرب دي ولا بعدها ولا أثناء الحرب؟ هتقول لي يا مستر 17 يعني هي خلصانة 18، يبقى كده في أثناء من الحرب. بالله عليك يا جدع السؤال ده ناس كتير بتقع فيه، فركز فيه. اثناء الحرب، اثناء الحرب. بعد كده يا حبيب قلبي امتنعت مين عن التصويت على مشروع تقسيم فلسطين؟ الغلبانه يا عيني اللي ما عملتش حاجه اللي احنا ظالمينها وجايين عليها، بريطانيا. جت يا باشا قالت لك انا ماليش دعوه، انا مش هتدخل ما بينكم، تمام؟ حلوا مشاكلكم مع بعضيكم. وهي طبعا اللي عامله المشكله اساسا من الاول. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك قامت العصابات اليهوديه المسلحه بارتكاب مذبحه اسمها مذبحه دير ياسين ضد عرب فلسطين كنتيجه مباشره لقرارات مين؟ بص يا حبيب قلبي، مشروع التقسيم ده اللي عرضته دوله اسمها دوله بريطانيا سنه 47. طيب تمام. راحت عرضوها على مين؟ على هيئه الامم المتحده. هيئه الامم مين؟ المتحده. طبعا حصل مشروع التقسيم كده كده، تمام؟ لان الامم المتحده وافقت على مشروع التقسيم. الحروب التي تسببت في ظهور قوات اجنبيه متعدده الجنسيات بين مصر واسرائيل لاول مره.
ركز بقى يا صديقي علشان هنا ديت حته مهمه جدا جدا جدا. بص يا سيدي، قال لك اول حاجه يا مستر هنا قوات اجنبيه، هو يقصد بيها يا حبيب قلبي قوات الطوارئ اللي حطوها ما بين مصر واسرائيل. تمام. قال لي بقى مستر الكلام ده كان امتى؟ قال لك الكلام ده يا صديقي بعد العدوان الثلاثي على مصر. تعال نشوف الكلام ده. قال لك اهو ادي العدوان الثلاثي سنه 56 كان من نتائجه اللي هو انسحاب بريطانيا وفرنسا عند مصر من بورسعيد وهيمشوا من مصر، وكمان مصر انسحاب اسرائيل من سيناء، وحطينا قوات طوارئ دوليه. وعشان كمان قدرنا نفهم وندرك اطماع الدول الاستعماريه زي اسرائيل عملنا وحده عربيه بين مصر وسوريا سنه 58. تاني بالله عليك ما تنسى الحته دي، عدوان ثلاثي يا مصر حطوا ما بيننا قوات طوارئ دوليه، وقوات الطوارئ دي اسمها بص قوات طوارئ دوليه، يعني من دول مختلفه، يعني متعدده الجنسيات. بعد كده كان من انجازات ثوره 23 يوليو واحد اسباب العدوان الثلاثي. ركز بقى يا حبيب قلبي، انا عندي يا مستر كان من انجازات الثوره السياسيه صح كده، او من انجازات الثوره عموما واحد اسباب العدوان الثلاثي. تعال نشوف كده مع بعض. توقيع اتفاقيه الجلاء. قال لي يا مستر ما لهاش علاقه، ما جالناش سبب عشانها اساسا. ما هو يا حبيب قلب العدوان الثلاثي هم جم عشان حاجات، 3 حاجات. اسرائيل جايه عشان احنا عملنا مستر حاجه اسمها صفقه الاسلحه. فرنسا جايه علشان احنا ساعدنا حركات التحرر في الجزائر. كمان بريطانيا جايه يا مستر عشان احنا عملنا حاجه اسمها تأميم قناه السويس. صح؟ طيب تعال نشوف واحده من دول كده. بص صفقه الاسلحه الشرقيه اللي كانت جايه لها اسرائيل، لان مصر عملت صفقه اسلحه مع الاتحاد السوفيتي عشان نواجه الاطماع الاسرائيليه في المنطقه، وعشان كده اسرائيل كانت متضايقه. عشان كده مصر هي جات لنا في العدوان الثلاثي على مصر. أرادت مصر الضغط على إسرائيل بعد حشدها لقوات الحدود السورية. تاني مصر حبت تضغط على إسرائيل. إسرائيل يا مستر في البداية في أيام النكسة اللي هي 67 قال لها مستر إسرائيل حشدت قوات مع الحدود السورية. تمام؟ فمصر أعلنت إنها تقف بجانب سوريا، ولكن هي عملت حاجة هنا مهمة. تمام؟ قام جاية راحت على خليج العقبة وقفلته. عملت إيه؟ قفلته. مستر قفلت خليج العقبه ليه؟ احكاما للحصار الاقتصادي. ركز بالله عليك عشان الاسئله معظمها مش جايه صريحه، جايه فيها تركايه صغيره. تاني يبقى انا مصر يا مستر لما عرفت ان اسرائيل حطت قوات ما بينها وما بين الحدود السوريه، فمصر كانت عامله حاجه اسمها اتفاقيه الدفاع المشترك مع سوريا. فقام جايه يا مستر برضك مصر حشدت قوتها مع الحدود الاسرائيليه المصريه اللي هي عند سيناء. تمام؟ ولكن اهم حته عندي هنا في الاجابه ان احنا يا مستر قفلنا خليج العقبه. طب يا مستر هي مش موجوده. ايوه يا حبيب قلبي، لما قفلنا خليج العقبه احنا كده عملنا لهم احكام للحصار الاقتصادي، عملنا لهم حصار اقتصادي، وكده نكون بنضغط عليهم عشان يفكوا او يشيلوا الناس اللي هم ودوهم عندهم يا مستر على الحدود السوريه. نجحت القوات المصريه في هزيمه القوات الاسرائيليه في معركه راس العش، عندما حاولت احتلال مدينه ايه؟ بالله عليك ما تغلطش فيها عشان طبعا انت بتروح تختار بورسعيد على طول. طبعا ده غلط. يا جماعه معركه راس العش دي عندما حاولت القوات الإسرائيلية احتلال مدينة اسمها مدينة بور فؤاد مش بورسعيد. وافقت عصبة الأمم على قرار تقسيم فلسطين عام 47. وقت بقى بص بطيخة كده يقول لك يلا يا مستر صح. طبعا غلط. ليه؟ قال لي يا مستر مش عصبة الأمم، أمال دي الأمم المتحدة. حبيب قلبي عصبة الأمم ديت جت بعد الحرب العالمية الأولى. تمام؟ وكان هدف عصبة الأمم عدم حدوث أي حروب عالمية تانية، ما يحصلش حرب عالمية تانية. طب يا مستر هي سقطت؟ أيوة يا حبيب قلبي سقطت عشان حصل عندك حرب عالمية تانية سنة 39. صح كده؟ صح. فجينا في 45 بعد الحرب بقى، يعني الحرب خلصت كام؟ سنة 45. في أواخر سنة 45 عملنا هيئة جديدة اسمها هيئة الأمم المتحدة، والكلام ده عندك في آخر درس. تمام؟ فهنا اقول له غلط يا مستر مش عصبة الامم دي الامم المتحدة. انقلبت موازين القوة العسكرية في حرب فلسطين بعد قرار مجلس الامن. طبعا صح، لان قرار مجلس الامن يا مستر قال لك احنا هنعمل حاجة اسمها وقف القتال وهنعمل هدنة لمدة
شهر، صح؟ ولكن يمتنع فيها الطرفين اللي هم العرب او اسرائيل عن جلب المقاتلين والاسلحه، مظبوط؟ طيب اليهود التزموا؟ لا ما التزموش. عشان كده يا مستر في البدايه كان النصر للعرب، صح؟ ولكن بعد يا مستر قرار مجلس الامن اللي هو الهدنه انقلبت الموازين. اسرائيل يا مستر راحت جهزت نفسها من اول وجديد وجلبت المعدات او الاسلحه ودربت الجنود، وفي الاخر هي كسبتنا في حرب فلسطين. تمام؟ بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك تلاقت مصالح الاستعمار الانجليزي والفرنسي مع اسرائيل في العدوان الثلاثي. طبعا صح. لسه قايل لك من شويه الانجليز يا مستر او بريطانيا جايه عشان تاميم شركه قناه السويس، فرنسا علشان يا مستر احنا رحنا ساعدنا ناس اسمهم الجزائر، صح؟ اسرائيل جايه يا مستر عشان صفقه الاسلحه. هدفهم كلهم مين؟ مصر. يبقى المصالح اشتركت ولا لا؟ ايوه اشتركت طبعا. تدمير المدمره الاسرائيليه ايلات من مظاهر مرحله حرب الاستنزاف والمواجهه. طبعا المدمره ايلات غلط، مش استنزاف ومواجهه، دي الصمود والتصدي. ودمرناها يا مستر بحاجه اسمها الصواريخ البحريه المصريه. بعد كده بيقول لك يعتبر الفريق اول عبد المنعم رياض من شهداء حرب الاستنزاف. طبعا صح. تمام؟ وده احد الاعمده الرئيسيه اللي اعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر. تمام؟ مؤتمر عقد في ابريل 1920 وضع فلسطين او قرر وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ده يا جماعه مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو، صح كده؟ وطبعا ده يا جماعه لو سالني فين الدوله بتاعته فهقول له في ايطاليا. بعد كده بيقول لك دوله ساعدت اسرائيل بالتخطيط للاعتداء على مصر بعد فشل العدوان الثلاثي، يعني ساعدتهم بقى ان هم ييجوا بعد كده في العدوان الاسرائيلي. مين طبعا؟ دي ماما امريكا طبعا، الولايات المتحده الامريكيه. اتفقنا يا صديقي؟ يا ريت تكون بقى مركز معاه بالله عليك. فلسطين ليها اهميه خاصه في قلوب العرب. العرب دول مستر يكونوا مسلمين او مسيحيين عادي جدا. طيب عندي 3 نقط. الراجل بيقول لك اول حاجه يا صديقي ان فلسطين هنا ليها اهميه لان ولد بها السيد المسيح عيسى ابن مريم. تمام؟ رقم 2 اسري اليها بسيدنا محمد في رحله الاسراء والمعراج. طيب او في المعجزه يعتبر. ثالث حاجه قال لك ان فلسطين هي اولى القبلتين وثالث الحرمين. تعال نكتب يلا ده. قال لي يا مستر لأنه أسري إليها بسيدنا محمد. 2 ولد بها السيد المسيح عيسى ابن مريم. 3 يا صديقي بها المسجد الأقصى، بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين. وقلنا قبل كده يا جماعه يقصد باولى القبلتين انا عندي قبلتين في العالم. ايام زمان كانت القبله بتاعتنا المسجد الاقصى، انما حاليا هو المسجد الحرام الكعبه يعني. تمام؟ اللي هو الحرم المكي. ثالث الحرمين انا عندي كام حرم يا مستر؟ 3. عندي الحرم المكي اللي هو الكعبه، والحرم النبوي اللي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه، وكمان يا مستر الثالث بتاعهم هو المسجد الاقصى. بعد كده يا حبيب قلبي فشل العدوان الثلاثي على مصر. 5 نقط. تمام؟ ركز بقى معايا. قال لك اول حاجه يا مستر هنا بسبب المقاومه الباسله من الجيش والشعب وصلابه القياده، عشان كده يا مستر فشل العدوان. 2 الشعوب العربيه وقفت جنب مصر، وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر. رقم 3 تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان. رقم 4 رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل النزاعات، يعني يا جماعة ما تحلوش النزاعات بالقوة. رقم 5 تنديد الأمم المتحدة بالعدوان. تعال نكتب يلا النقط ديت مع بعض. قال يا مستر أول حاجة المقاومة الباسلة من الشعب والجيش وصلابة القيادة. 2 يا صديقي قال يا مستر وقوف الجيوش وقوف الدول العربية بجانب مصر. تمام؟ رقم 3 يا صديقي قال لك تهديد الاتحاد السوفيتي
بالتدخل لوقف العدوان. قال لك يا باشا هنتدخل عشان نوقف العدوان لان علاقاتنا بقت حلوه بيهم بدليل صفقه الاسلحه الشرقيه. بعد كده يا صديقي رقم 4، رفض الولايات المتحده الامريكيه حل النزاعات بالقوه او استخدام القوه في حل النزاعات. ايا كان ايه اللي انت عايز تكتبه، الاتنين صح. بعد كده بيقول لك رقم 5 يا صديقي، قال لك تنديد الامم المتحده بالعدوان. سؤال دسم، سؤال مليان يعني، ركز بقى فيه عشان مهم. بعد كده بيقول لك هزيمه الدول العربيه في 5 يونيو 67. ايه السبب ان احنا هزمنا اساسا مصر في حرب 67 دي؟ قال لك اول حاجه يا صديقي، انت للاسف ما كانش عندك تدريب كويس وما كانش عندك اسلحه متطوره. ماشي. رقم 2 يا صديقي، قال لك ان الناس اللي هم الاسرائيليين دول كان عندهم تفوق في القوه العسكريه عن مصر، يعني هم كقوه عسكريه اقوى مننا. تمام. رقم 3 قال لك ان هم استخدموا عنصر المفاجاه. عنصر الايه؟ المفاجاه، بعد ان صورت لهم اجهزه تجسس امريكيه بعض المواقع المصريه. قال لهم يا باشا في منطقه هنا فيها طيارات، منطقه هنا فيها معدات، منطقه كذا، نزلوا ضربوهم كلهم. تمام. قال لي كمان يا مستر مساعده الولايات المتحده الامريكيه وبعض دول اوروبا لاسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا. تعالى اكتب الكلام ده. قال لي يا مستر رقم 1 بسبب نقص التدريب وعدم توافر الأسلحة المتطورة أو الحديثة. تمام. 2 قال لك بقى يا صديقي، نيجي لتاني نقطة. قال لك يا مستر استخدام عنصر المفاجأة بعد أن صورت لهم أجهزة تجسس أمريكية بعض المواقع المصرية. طيب تعالى رقم 3 يا صديقي. قال لك يا مستر ان الناس دول كانوا عندهم تفوق في القوى العسكريه. التفوق العسكري لاسرائيل عن القوى العسكريه طبعا المصريه كان في فرق شاسع طبعا. رقم 4 يا صديقي بيقول لك مساعده الولايات المتحده الامريكيه وبعض دول اوروبا لاسرائيل سياسيا وعسكريا وايه يا صديقي؟ اقتصاديا. بعد كده النتائج على عدم التزام اليهود بالهدنه خلال حرب فلسطين. جماعه هم ما التزموش بالهدنه وبداوا ان هم يقووا القوات بتاعتهم ويسلحوهم ويدربوهم، صح؟ الكلام بقى ايه النتائج على الكلام ده يا صديقي؟ قال لك طبعا احنا حصل تفوق لليهود، ظهر التفوق بتاعهم. المهم ده ادى لايه؟ ادى الى تراجع وهزيمه عندك يا حبيب قلب الجيوش العربيه. ده ادى إلى تراجع وهزيمة الجيوش العربية. للأسف اتهزمنا يا مستر. بعد كده بيقول لك العدوان الإسرائيلي على الدول العربية في 67. إيه النتائج على العدوان؟ قال له يا مستر ما شاء الله إحنا اتهزمنا واستولوا على أراضي كتيرة جدا مننا، ضحكوا علينا يعني. قال لي طيب استيلاء اليهود على كام أرض؟ قال لك معايا 5. ركز بقى معايا بالله عليك في الحتة دي. رقم 1 خدوا يا مستر قطاع غزة. 2 خدوا مدينة القدس. 3 خدوا شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس. بعد كده يا مستر قال لك وصلوا لحد الضفة كمان الغربية لنهر الأردن. وكمان يا مستر خدوا منطقة الجولان في سوريا. 5 أماكن استولوا عليهم كلهم. بعد كده بيقول لك نجاح مصري في بناء حائط للصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس يا صديقي أثناء حرب الاستنزاف. ركز بقى بالله عليك. بص يا حبيب قلبي، احنا عملنا على الضفة الغربية عندنا، هم طبعا واخدين الضفة الشرقية احنا لسه قايلينها. احنا بقى عملنا مصر حائط صواريخ. بيقول لك الاول قبل ما نعمل الكلام ده احنا ما عندناش طبعا طيارات لان احنا خلاص اتهزمنا في 67، ضربوا لنا المطارات وضربوا كل المعدات بتاعتنا. فعشان كده يا مستر لما عملنا قبل ما نعمل حائط الصواريخ كانت الطيارات الاسرائيليه بتخش المجال الجوي عندنا وتخش مصر تقعد تلف في مصر وكشفنا تمام وعارفين احنا بنعمل ايه
ويخشوا يصبحوا عادي صباح الفل عادي جدا، داخلين زريبه وطالعين عادي جدا. انما بعد ما عملنا حائط الصواريخ ده منع اختراق الطائرات الاسرائيليه للاجواء المصريه. خلاص ما بقوش قادرين يدخلوا، لان لو حد فكر يدخل الاجواء بتاعتنا خلاص معانا صواريخ، هنحدف عليه صواريخ يا باشا وهندمره. يبقى هنا ادى الى منع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية. اتفقنا؟ الدرس الثالث بقى، حرب اكتوبر. استعدت مصر خوض حرب اكتوبر سنة 73 على الصعيد العربي من خلال، ركز بص بيقول لك على الصعيد العربي، معنى كده مصر ديت الاعدادات او التهيئة اللي عملوها مع الدول العربية خارجيا. ما انا عندي اعدادات يا جماعة داخلية عندنا في مصر، وعندي اعدادات خارجية كانت مع الدول العربية، صح كده؟ قال لنا نعمل ايه؟ توحيد الصف العربي وازالة الخلافات، وكمان الاستفادة من كل الموارد والامكانيات العربية المتاحة. دول النقطتين اللي موجودين عندك في الاعداد للجبهة الخارجية. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك بدأت العمليات العسكرية لحرب اكتوبر 73 بسلاح ايه؟ مستر السادات أعطى إشارة بدء الحرب، فقام سلاح الطيران بضربة جوية ناجحة. سلاح الطيران بقيادة محمد حسني مبارك. بعد كده بيقول لك اتخذت الدول العربية قرار حظر تصدير النفط للولايات المتحدة الأمريكية. إمتى؟ حبيب قلبي احنا حظرنا النفط بعدما طلب الرئيس الأمريكي مساعدات عاجلة لإسرائيل. يعني أنا مش متخيل بجاحة أكتر من كده بجد. يعني أنت أساسا بتقدم مساعدات لاسرائيل عشان تضرب العرب، فعايز العرب يدوك بترول، فاهم الموضوع؟ يعني ما ينفعش. تعال نشوف الكلام ده اهو. طلب الرئيس الامريكي مساعدات عاجله لمين يا صديقي؟ لاسرائيل. بعد كده حبيب قلبي بيقول لك يعد وسام نجمه سيناء على الاوسمه العسكريه، واللي حصل عليها مين؟ طبعا يا جماعه اللي خد نجمه سيناء هو المشير احمد اسماعيل. شخصيات بالله عليك مهمه لانها جايه في الامتحان كده. بعد كده اصبح رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه في ديسمبر 73. اغلط بقى فيها. السؤال بيقول لك اغلط فيا والله بجد. بص يا حبيب قلبي، انا عندي تاريخين، عندي 71 وعندي 73 اللي هو قدامك فوق ده. تمام يا مستر؟ اللي هو في ديسمبر. في 71 اللي جبناه مستر وكان رئيس اركان حرب ده كان سعد الدين الشاذلي. وسعد الدين كان اخره يا مستر في 73 تمام في ديسمبر. لكن في 73 يا مستر جبنا مين؟ قال لك محمد عبد الغني الجمسي. بالله عليك ما تغلط فيها. سنة 71 الشاذلي، انما عند 73 مين يا صاحبي؟ قال لك الجمسي. بعد كده بيقول لك ازدادت معاناة اسرائيل في علاقاتها السياسية مع بعض الدول العالم المحبة للسلام. مشكلة بقى دي. بص، اثرت العلاقات ما بين اسرائيل وما بين بعض دول اوروبا المحبة للسلام، اوروبا وافريقيا واسيا. الدول اللي بتحب السلام اتضايقت من اسرائيل. انت ازاي بتقول انت بتعوزي السلام وبتحبي السلام؟ مفيش سلام اصلا، فاهم؟ العلاقه توترت. الكلام ده حصل بعد امتى؟ يعني عدوان ثلاثي، عدوان اسرائيلي، حرب الاستنزاف، ولا حرب اكتوبر؟ حرب اكتوبر. وخلي بالك دي اخر نقطه اصلا في الدرس اللي هي عندي يا مستر، اللي هو اثرت في العلاقات السياسيه مع الدول المحبه للسلام. دي اخر نقطه عندك في الدرس اساسا. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك كان اصدار دستور 71 اجراء لتهيئه الجبهه الداخليه لمصر. طبعا صح، كان من الاجراءات الداخليه اللي عملها السادات اللي هو يا حبيب قلبي دستور 71 اللي هو بيقولوا عنه الدستور الدائم. يعرف خط الدفاع الاسرائيلي في هضبه الجولان باسم خط بارليف. ضحك عليك، قول له غلط. بارليف ده مستر موجود عندي في مصر، انما ده مستر اسمه ايه؟ الون. بعد كده يا حبيب قلبي قرار 338 لمجلس الامن كان بينص على وقف جميع الاعمال الحربيه بدءا من يوم 22 اكتوبر سنه 73. الكلام ده حصل؟ طبعا صح. ركز فيه عشان مهم. طبعا صح. قاد سلاح الطيران المصري في حرب اكتوبر، لسه قايلهولك، محمد حسني مبارك. محمد حسني مين؟ مبارك. قاد خطه الخداع لصرف انظار العدو عن التجهيزات الهجوميه. مين ده؟ قلنا ده يا جماعه المشير احمد اسماعيل. المشير احمد مين؟ اسماعيل. بعد كده حبيب قلبي رأس الهيئة كان الرئيس بتاعها يعني
التي قامت باعداد دراسه عن انسب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجوميه. جماعه الهيئه دي كان لها سبب في احراز النصر. تمام. طيب مين يا مستر الرئيس بتاعها؟ كان عمك الحاج الجمسي، محمد عبد الغني الجمسي. اتخاذ مصر وسوريا قرار الحرب، من الاخر بيقول لك ليه قامت حرب اكتوبر؟ ايه السبب؟ عندي اتنين. قال لك اول حاجه بسبب رفض اسرائيل لكل نداءات السلام بالانسحاب من الاراضي اللي احتلتها في 67. قال له يا مستر وده كان بموجب قرار مجلس الامن 242، وتمثلت هذه الاراضي في شبه جزيره سيناء وهضبه مين يا صديقي؟ الجولان. عشان كده بقول لك مصر وسوريا. اتنين، تصميم مصر وسوريا على ازاله اثار النكسه. تعال نكتب لك الكلام ده. قال لك بسبب رفض اسرائيل لكل نداءات السلام بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها في 67، وده كان بموجب قرار مجلس الامن تمام رقم 242. ركز فيه مهم. تمام. قال له يا مستر تمام مفيش مشكله. عندي ايه تاني؟ قال تمثلت هذه الاراضي في شبه جزيره سيناء، وكمان عندك هضبه مين يا صديقي؟ الجولان. طب رقم اتنين قال لك تصميم مصر وسوريا في ازاله اثار النكسه. اللي هي نكسه كام يا صديقي؟ نكسه 67. تمام. بعد كده بيقول لك النتائج على نجاح العمليات العسكريه المصريه اللي قام بها سلاح الطيران. السؤال ده عظيم جدا، السؤال ده جامد جدا، عامل زي سؤال كده بتاع كليبر بتاع الترم الاول اللي هو ليه كان من انصار الجلاء اللي جالك في الامتحان في الغربيه. طيب نيجي يا باشا نشوف الكلام ده. قال لك هنا يا صديقي ايه النتائج؟ قال لك اول حاجه يا صديقي ان احنا دمرنا اعداد كبيره جدا من الطائرات والمعدات الاسرائيليه. واحد. اتنين، قال لك عبور الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية المصرية للضفة الشرقية لقناة السويس. عندنا الضفة الشرقية اللي احنا ما كناش عارفين ناخدها. رقم 3، الدبابات والمدرعات يا مصر هيعدوا لوحدهم مثلا ولا في قوات بقى معاهم؟ قال لي في قوات. قال لي برضو انتشار القوات المصرية على الضفة الشرقية برضو لقناة السويس، ورفع العلم المصري وأسر الجنود الإسرائيليين، أسرنا مئات منهم. اخر حاجه تدمير خط بارليف في 6 ساعات. يبقى انا واحد كده يا مستر قال لي ادى الى تحطيم اعداد كبيره من الطائرات والمعدات العسكريه الاسرائيليه. 2، قال لك يا صديقي هنا عبور الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية المصرية للضفة الشرقية لقناة السويس. ماشي. كمان يا مستر عندك حاجة اسمها انتشار القوات المصرية على برضك الضفة مين يا صديقي؟ الشرقية لقناة السويس. صح. قال لك ورفع العلم المصري وأسر المئات من الجنود. كمان لو أزود نقطة كمان، تدمير خط بارليف في 6 ساعات. سؤال مهم جدا جدا، ويعني سؤال متوقع على فكرة. المهم بيقول لك بعد كده اجتماع وزراء النفط العربي بالكويت أثناء حرب أكتوبر. إيه النتائج يا مستر على اجتماعهم؟ قال له يا مستر قرروا حاجتين: خفض إنتاج البترول وحظر الصادرات النفطية. قال له يا مستر بعدما طلب الرئيس الامريكي مساعدات عاجله لاسرائيل. يبقى 1 خفض انتاج البترول، هنقلل انتاج البترول. 2 حظر الصادرات النفطيه. تعال ركز في الحته دي. حظر الصادرات النفطيه بعدما طلب الرئيس الامريكي مساعدات عاجله لاسرائيل. بصراحه يعني يا صديقي انا بقول عنه يعني معلش البجح
بجد والله يعني ما شفناش بجاحه اكتر من كده. طبعا هم كده على طول يعني حاليا حتى اسرائيل وامريكا هم بجحه فعلا. بعد كده بيقول لك تقديم الولايات المتحده الامريكيه معلومات عسكريه لاسرائيل اثناء حرب اكتوبر. مصر المعلومات العسكريه دي ادت لاحداث ثغره في منطقه اسمها الدفر سوار. تعال نكتب الكلام ده ادى الى احداث ثغره في منطقه دفر سوار او الدفر سوار ايا كان بتنطقها ازاي. بعد كده صديقي تعالى ندخل على الدرس الرابع بقى بتاعنا. بيقول لك هنا تم التوصل الى وضع اطار اتفاق للسلام بين مصر واسرائيل في ايه؟ احنا وصلنا دي كانت نتائج يا جماعه، النقطه دي كانت نتائج لايه؟ قال لها مصر لمؤتمر كامب ديفيد. تعالى مؤتمر كامب ديفيد اللي كان في الولايات المتحده الامريكيه. بيقول لك كانت تاني خطوات السعي لحل الصراع العربي الاسرائيلي بعد حرب اكتوبر. حبيب قلبي اول حاجه مصر كان زياره مين؟ السادات لاسرائيل. تاني حاجه عندك في الدرس هي مؤتمر كامب ديفيد. كان على ايد مين بقى؟ قال لك الرئيس الامريكي بتاع الولايات المتحده الامريكيه كارتر، مش كركر، كارتر. قال لك يا باشا فدعا كمان رئيس وزراء اسرائيل اللي اسمه بيجن. هو على فكره يعني اسمه مناحم بيجن بس ما علينا يعني مش عليك كده كده. المهم وعندك كمان دعا رئيس مصر السادات. تمام. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك عادت السياده المصريه على كامل اراضيها بعد استرداد مصر ايه؟ بص ركز. السياده المصريه على كامل اراضيها، على كل اراضيها بعد استعاده طابه. في 89 في عهد الرئيس مبارك. تأكدت الدعوة لمبدأ الأرض مقابل السلام. مبدأ الأرض مقابل السلام ما تنساهوش بين العرب وإسرائيل من خلال إيه؟ جماعة المبدأ ده طلع عندي في مؤتمر مدريد للسلام. مؤتمر مدريد للسلام، ومدريد يا مستر هي عاصمة أسبانيا. طيب بعد كده بيقول لك حدثت مفاوضات سرية فلسطينية إسرائيلية بعد مؤتمر مدريد سنة 91 برعاية إيه؟ بص يا حبيب قلبي المفاوضات السريه ديت اسفرت عن حدوث اتفاقيه اللي هي اتفاقيه اوسلو سنه 93 بعدها بسنتين 93. طيب قال له يا مستر كنا فين؟ قال له يا مستر كنا في امريكا واشنطن. قال له يا مستر امريكيه. راجع معايا بالله عليك. قال لك دعت مبادره الرئيس السادات للسلام العادل لكافه شعوب المنطقه. صح. ودعا العالم كمان لمساندته ان هو يحقق السلام ده. بعد كده استعادت مصر طابة من إسرائيل عن طريق قرار مجلس الأمن. اغلط بقى يلا. طبعا غلط. امال يا مستر؟ قال له يا مستر عن طريق محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية بسبب الخلاف اللي حصل. من مزايا السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي دفع عجلة التنمية. طبعا صح. حبيب قلبي بص ديت من المزايا من المميزات. انا حبيب قلبي طول ما انا عندي حرب مش هقدر اعمل تنميه اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا سياسيه ولا اي تنميه في اي مجال. انما لما يكون عندي يا صديقي هنا سلام وما بقاش فيه صراعات فبالتالي انا هعمل تنميه في كل المجالات. من هو دعا مصر واسرائيل لعقد مؤتمر كامب ديفيد للسلام؟ لسه قايله لك من شويه كارتر الرئيس الامريكي. عادت في عهده طابه للسياده المصريه. لسه قايله لك الرئيس السابق حسني مبارك. احاله قضيه طابه لمحكمه العدل. ليه يا مستر حصل المشكله دي اصلا؟ قال لك والله بص احنا جايين ناخد الارض بتاعتنا اللي هي سيناء ورايحين يلا ناخد حته. قالوا لنا استنوا الحته دي بتاعتنا واحنا نقول لهم دي بتاعتنا. فحصل خلاف هنا يا مستر في تحديد بعض علامات الحدود. عشان كده لجأنا للتحكيم الدولي. هقول له هنا اهوت يا مستر بسبب حدوث خلاف على تحديد بعض علامات الحدود. فلجأنا بقى للتحكيم الدولي وهو اللي حلها لنا. بعد كده عقد مؤتمر للسلام في مدريد في اسبانيا سنه 91. بص يا حبيب قلبي الدرس الرابع ده كده كده اي حاجه فيه لحل الصراع العربي الاسرائيلي دي اساسيه معاك كده كده. فاقول له يا مستر لحل الصراع العربي الاسرائيلي. تمام.
بعد كده بيقول لك النتائج على زياره الرئيس السادات. بص يا حبيب قلبي، اسرائيل كانت يعني بتدعي قدام العالم ان هي بتحب السلام وما بتحبش الحرب، وان هي يعني الغلبانه الكيوته الاموره اللي ما فيش منها اتنين. فاحنا قلنا بقى ايه، احنا هنروح نزنقها عندها. فالسادات شغل دماغه وقام جاي رايح لهم. فكده اسرائيل قدامها حل من الاثنين، يا اما مستر هتوافق بالسلام علشان ما تتفضحش قدام الراي العام والعالم كله، يا اما هترفض السلام وكده هتتفضح قدام العالم. فاهم حاجه؟ فبالتالي هنا اللي حصل، قال لي دوت يا مستر ادى الى تمهيد الطريق امام اسرائيل بقبول مبدا التفاوض. خلاص ما عندكيش حل تاني غير انك تقبلي. تمام؟ تعالى نكتب الكلام ده كده. ادى الى تمهيد الطريق امام اسرائيل بقبول مبدأ التفاوض. ركز لسه فيه، مع الأطراف المهتمة والمعنية بالصراع أو بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. يعني أي حد يا مستر مهتم كده بالقضية لازم هتتفاوض معاهم كلهم، نقعد كده نتفاوض مع بعض. بعد كده بيقول لك يا صديقي قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر سنه 88. مستر هو القرار ده طلع لصالح مين؟ جدع، صالح مصر. يبقى قال لي هنا يا مستر اصدرت هيئه التحكيم في محكمه العدل الدوليه قرارها لصالح مصر، وعادت مصر طبعا للسياده المصريه. ولكن هو القرار طلع في 88، ركز، ولكن طابا رجعت في 89. تمام؟ بعد كده بيقول لك عقد مؤتمر مدينه السلام. من الاسئله القويه جدا في المنهج، من الاسئله القويه جدا في المنهج، زي الوحده الاقتصاديه بتاع درس الصناعه بتاع الجغرافيا، سؤال مهم جدا. قال لك يا مستر النتائج هنا ايه اللي حصل؟ ادى الى حدوث مفاوضات سريه بين اسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينيه. تاني، ادت الى حدوث مفاوضات سريه بين عندي اسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينيه. تمام. السؤال ده مهم بالله عليك، واجابته يعني انت في مؤتمر مدريد في الدرس بتاعك، تمام، هي الاجابه دي تحت في اتفاقيه اوسلو. تمام؟ هتقول ترتب على مؤتمر مدريد، هتلاقيها موجوده عندك، فما تخليش السؤال ده يضحك عليك. نيجي على الدرس الخامس، ثوره 25 يناير. بيقول لك تدهورت الاوضاع الاقتصاديه في مصر قبل ثوره 25 يناير. ركز، احوال اقتصاديه مصر كان بسبب حاجتين، انفتاح اقتصادي وسياسه خصخصه. تعال نشوف كده ولا واحده فيهم يا حبيب قلبي. ما ثواني، ما هو سياسه الخصخصه اللي هو بيع مؤسسات الدوله لفئه معينه من رجال الاعمال، فاختار بيع مؤسسات الدوله. بعد كده بيقول لك من اسباب ثوره 25 يناير استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ تولي مين؟ الرئيس محمد حسني مبارك الحكم، والكلام ده كان سنه 81. تمام؟ بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك تنحى الرئيس محمد حسني مبارك عن الرئاسه وسلم اداره البلاد لمين؟ قال لك سلم مستر البلد للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. اهو قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه. بعد كده بيقول لك ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في اندلاع الثوره. طبعا صح مستر، زي مين كده؟ قال لك الشبكه الدوليه للمعلومات اللي احنا عارفينها مستر، بنقول www. تكتب الموقع بتاعك. 2، قال لك يا مستر وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي يا حبيب قلبي اللي هي زي مين؟ قال لك زي فيسبوك، وعندي كمان يا حبيب قلبي تويتر، واللي كان بيرمزوا له ايام يعني قبل كده كان برمز حمامه كده جميله اموره زي اللي انا بعملها دي. هي معفنه شويه بس قشطه يعني، رضوني يعني، قولوا لي حلو. تمام؟ طبعا ده اسمها منصه اكس. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك من عوامل قيام ثوره 25 يناير 2011 سوء الاحوال الصحيه. طبعا نزودها مستر، ايوه كمان
والخدميه يعني الخدمات، وكمان يا مستر التعليميه، فاي واحده من دول صح. نجح نظام مبارك في امتصاص غضب الشعب المصري؟ هو حاول يمتص غضب الشعب المصري، هو لم ينجح للاسف. تمام. هم عملوا ايه يا مستر؟ قام جايين معينين نائب للرئيس وياخد صلاحيات الرئيس. كمان عملوا حاجه اسمها تشكيل حكومه جديده، ولكن كل الكلام ده ما اثرش في الشعب. تمام. بما تفسر سوء الاوضاع الاجتماعيه. بص يا حبيب قلب، الاوضاع الاجتماعيه سائد في مصر، قال لك ده بسبب يا مستر زياده الفوارق الاجتماعيه، الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر. معايا؟ يعني الفجوه بتزيد. رقم 2، غياب العداله في توزيع الثروات، واحد بياخد 100 جنيه والتاني بياخد 5 جنيه، فرق شاسع طبعا. اول حاجه هنا اهوت هقول له بسبب زياده الفوارق الاجتماعيه. 2، غياب العدالة في توزيع الثروات. اتفقنا؟ بعد كده صديقي بيقول لك خلى مجلس الشعب من وجود أي معارضة وطنية. ليه؟ مفيش معارضة وطنية يا مستر. قال لك عشان الحزب الوطني حصل طبعا تزوير بسبب تزوير الانتخابات، وحصول كمان الحزب الوطني على 97% من المقاعد، وده معناه إن هيخلو المجلس من أي معارضة تذكر. تعالى نكتب الكلام ده. قال له يا مستر ده بسبب، طبعا انت لو عايز تجيبها من الاول يعني تزوير الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب في 2010، ولكن انا ديت بالنسبه لي مش مهمه، انا عايز يا مستر السبب. ادي بسبب حصول الحزب الوطني على 97% من المقاعد، مما ادى الى خلو المجلس من اي معارضه تذكر. يعني يا مستر مش هتلاقي معارضه. تخيل انت 97 بيقولوا موافقون، الثلاثه دول مش متشافين اساسا. طيب، تشكيل الشعب المصري فيما عرف باسم اللجان الشعبيه. يا جماعه عملنا اللجان الشعبيه دي طبعا لان كان حصل اضطراب امني شديد، وكان حصل سرقه وارهاب وترويع وحرق وحاجات كتير جدا. قال لك فاحنا عملناها مستر بهدف تامين او حمايه الممتلكات والمناطق، تمام، او المنشآت والمناطق ايا كان. تمام. 2، قال لمواجهه اعمال السرقه والحرق والترويع. يبقى اول حاجه يا مستر حمايه المنشآت والمناطق، او قلت لك الممتلكات والمناطق براحتك. 2، مواجهه اعمال السرقه والحرق والترويع، تخويف يعني. تمام. بعد كده الاستعانه بالقوات المسلحه. ايه السبب؟ قلنا يا جماعه احنا استعنا بالقوات المسلحه عشان يبداوا ان هم يامنوا الممتلكات العامه والخاصه. ممتلكات، وليكن انا عندي شركه خاصه بتاعتي مثلا، فانا الناس دي تنزل تامنني. طيب ممتلكات عامه زي بتاعت الحكومه مثلا، فينزلوا برضه يا مستر يامنوها. كمان يحافظوا على امن المواطنين، لان قلت لك من شويه كان في ترويع، في تخويف، فالناس خايفه. يبقى اول حاجه يا مستر هنا لحمايه الممتلكات العامة والخاصة. 2 يا مستر المحافظة على أمن المواطنين. قشطة. بعد كده حبيب قلبي بيقول لك التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة. مستر احنا بعنا مؤسسات الدولة لفئة معينة من رجال الأعمال، ورجل الأعمال ده حبيب قلبي بيشتري بسعر رخيص، ولكن هو عايز يكسب في الشركة، فطبيعي هيغلي المنتجات اللي هيعملها، صح؟ قال لي فأول حاجة ده أدى إلى ارتفاع الأسعار. ارتفاع مين يا صديقي؟ الأسعار، ده رقم 1. 2، قال له يا مستر خروج الآلاف من العاملين بنظام التقاعد المبكر. ما انا كرجل اعمال خدت الشركه دي بسرح العاملين دول، بقول انا مش عايز الموظفين دول، بمشيهم، بسرحهم يعني بمشيهم. تمام. وبجيب طقم جديد من الاول، بجيب مثلا عمال من الاول او موظفين جداد من الاول. قال له يا مستر فالعدد الكبير اللي طلع ده بنظام المعاش المبكر او التقاعد المبكر انضموا لصفوف البطاله من الشباب في وقفات احتجاجيه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندي مثلا وليكن عندي مثلا 50,000 يا مستر دول عاطلين عن العمل،
وطلع يا مستر من الشركات زيهم 50,000 كمان، 50,000. تخيل الرقم بقى كام؟ بقى 100,000. رقم كبير جدا، صح؟ فده اللي حصل، عملوا لنا مشكله. قال له يا مستر كمان خروج الآلاف من العاملين بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية. خلاص، نيجي بقى صديقي للوحدة الثانية، آخر درسين معانا. بيقول لك أنشأ في عهد محمد علي. عملنا حاجتين، عندنا مستر المجلس العالي وعندنا مستر مجلس المشورة. تاني، أو بيقولوا عنه الديوان العالي ومجلس المشورة، أيا كان. تعال نشوف كده مع بعض. آدي يا حبيب قلبي المجلس العالي، وعندي كمان مجلس المشورة، وديت مجالس استشارية سورية لا سلطة لها. تم إقرار مبادئ التعددية الحزبية وفق الدستور الدائم سنة 71 في عهد الرئيس مين؟ مين اللي أصدر الدستور الدائم سنة 71؟ الرئيس السادات. آدي الرئيس السادات. تمام؟ بعد كده بيقول لك يمثل حاليا السلطة التشريعية في مصر. مين اللي بيشرع؟ مين اللي بيطلع قوانين؟ مين اللي بيحاول إن هو يناقش القوانين؟ قال لا مصر ده مجلس النواب. مجلس النواب. بعد كده تم إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات، تمام؟ سنة 73. استجابة لدعوة مين؟ بص يا حبيب قلبي، أنا عندي واحد اسمه رفاعة الطهطاوي راح للخديوي إسماعيل ويعني قال له عايزين نعلم البنات، تمام؟ فالخديوي إسماعيل استجاب لدعوة مين كده؟ رفاعة الطهطاوي، وعملوا مدرسة اسمها الثانية موجودة في حي السيدة زينب. تشكلت لجنة الوفد المركزية للسيدات سنة 1920. مين الرئيسة بتاعتها؟ كانت واحدة اسمها هدى شعراوي. تعالى، ادي هدى شعراوي، تمام؟ كان الجزء دوت عندها مستر قلنا فيه ايه؟ شاركت المرأة بجانب الرجل في المظاهرات زي ثورة 19، وكمان عندي مستر هي شكلت لجنة الوفد المركزية للسيدات، وكمان التحقت بالجامعة المصرية سنة 1928. تقلدت أول منصب وزاري. ركز، هو ما قاليش يا مستر حد عينها، بالله عليك بقى ركز. هو الراجل انا عندي واحده يا مستر اللي هي تقلدت المناصب الوزاريه دي، تمام؟ يا اما هيقول لي بالمنظر ده ومش هيقول لي ان حد عينها، يا اما هيديني التاريخ بتاعها اللي هو 62. فلو قال لي كده هختار حكمه ابو زيد. مستر اختار امتى عائشه راتب، الدكتوره عائشه راتب. لو قال لك يا حبيب قلبي عينها السادات، عينها مين؟ السادات. او هيديك تاريخ اللي هو سنة 71. فرق ما بينهم بالله عليك الاثنين دول. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك شاركت المرأة في الحياة النيابية، فشغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية عندك يا صاحبي في مجلس الشعب. مين دي؟ الدكتورة آمال عثمان. تعالى، الدكتورة آمال عثمان. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك اشهر الوزارات اللي ارتبطت بالمرأة المصرية. اشهر وزارة ما اتكلمناش على وزارة واحدة بس، هي وزارة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون مين؟ الاجتماعية، اللي هي مستر اول واحد قررتها حكمة ابو زيد، 2 الدكتورة عائشة راتب. بعد كده حبيب قلبي بيقول لك تم انشاء الجمعية العمومية والجمعية التشريعية في عهد الخديوي اسماعيل. طبعا غلط يا جماعة، الكلام ده كان في عهد الاحتلال او في عصر الاحتلال البريطاني. الاحتلال مين؟ البريطاني. لان اصلا عندك يا صديقي الجمعيه العموميه دي كانت في عهد الخديوي توفيق، والجمعيه التشريعيه في عهد عباس حلمي اصلا. فاللي هو ما ينفعش احط اسم شخصيه، هقول له بقى نط في عهد الاحتلال البريطاني، تمام؟ الفتره اللي كان فيها الاحتلال. بعد كده بيقول لك ابقت ثوره 23 يوليو على الاحزاب السياسيه. طبعا غلط، ده اساسا اول ما جت الثوره مستر وعملت انجازات، اول حاجه قال لك الغت دستور 23/2 حل الاحزاب السياسيه، فما ابقتش عليهم، دي شالتهم. بعد كده بيقول لك من انشطه منظمات المجتمع المدني توفير المناخ يحقق الوحده الوطنيه. طبعا صح، وده من خلال مستر توعيه الافراد بنبذ العنف، تمام؟ ده اخر حاجه يعتبر كده عندك في الدرس الاول. انشا مجلس شورى النواب سنه 66. مين اللي عمل الكلام ده؟ سنه 66 يا مستر كان الخديوي اسماعيل، تمام؟
بعد كده بيقول لك عين اهو، بص، عين عائشه راتب وزيره للشؤون الاجتماعيه. بص هو بيديني هنا مفتاحين، عين والتاريخ. فمين اللي عينها يا مستر؟ السادات. بعد كده حبيب قلبي قيام الشعب بانتخاب ممثلين لاداره شؤون الحكم، وكمان يا مستر يسنوا القوانين ويراقبوا اعمال الحكومه. قال يا مستر ديت اسمها الحياه النيابيه. الحياه النيابيه. عشان خاطري عندك سؤال بتفسر جوه هنا، ممكن يجي يقول لك بما تفسر ليه الشعب بينتخب ممثلين؟ هتقول له الثلاث نقط اللي باقيين: اداره شؤون الحكم، سن القوانين، مراقبه اعمال الحكومه نيابه عنه. بعد كده بيقول لك الوثيقه الرسميه اللي بتحدد نظام الحكم في الدوله وبتحدد شكل واختصاصات المؤسسات الدستوريه او الهيئات الدستوريه. ده يا مستر من اسمه، بص، الدستوريه، فده اسمه الدستور. دي الوثيقه الرسميه اللي بنمشي عليها في الدوله. المجالس النيابيه اللي بتتولى السلطه التشريعيه، ده يا جماعه قلنا اسمه البرلمان. البرلمان. جمعيات المجتمعات المحليه والمنظمات الغير حكوميه والنقابات العماليه والجمعيات الخيريه، دي يا مستر اسمها ايه؟ دي يا حبيب قلبي اسمها منظمات المجتمع المدني. ركز مع الحته دي قوي عشان تعرف ايه تظبطها، وخلي بالك حاول تقسمهم وانت بتحفظ التعريف ده. يعني ديت اول حاجه 1، بعد كده 2، بعد كده نقابات عماليه 3، بعد كده جمعيات خيريه. هتلاقي نفسك عارف تحفظها بشكل كويس. عدم وجود حياه نيابيه حقيقيه في عهد محمد علي. ليه ما كانش في حياه حقيقيه نيابيه يا مستر؟ ايه السبب؟ قال لك لانها كانت، او لان هذه الفتره كان يوجد مجالس استشاريه سوريه لا سلطه لها، ما كانش لها لازمه، فما فيش حياه نيابيه حقيقيه، ده يا دوب كانت عباره عن صوره. تعال نكتب الكلام ده كده: لان في عهده تم انشاء مجالس سوريه لا سلطه لها. مجالس ما كانش ليها اي سلطه اصلا. اهميه الدستور الدائم لمصر، قال لك لانه يؤكد على 3 حاجات. تعال نكتب كده الكلام ده: لانه يؤكد على 1 سيادة القانون. أول حاجة يا مستر سيادة القانون، يعني يبقى عندي حاجة اسمها المساواة، كله زي بعضه. 2، قال لك يا صديقي هنا عندك حاجة اسمها استقلال القضاء. القضاء سلطة مستقلة محدش يتدخل فيها. 3 يا صديقي، إقرار مبادئ التعددية الحزبية. يعني يا باشا اعملوا أحزاب بقى، يلا. التعددية الحزبية. تمام يا صديقي؟ بعد كده بيقول لك اصدار اول مجله نسائيه مصريه. بالمناسبه اللي عملت المجله تبقى انت عارفها، جميله حافظ، وعملت المجله في 1907، ولكن بعديها في سنه، في 1908 بعديها بسنه اصبحت جريده، والجريده دي اسمها مستر، او المجله اسمها الريحانه. يلا شويه معلومات اهو. المهم يا مستر، هي ليه اساسا تم اصدار اول مجله نسائيه؟ قال لك لتتبنى القضايا النسائيه وتدافع عن حقوق المرأة. تاني، لتتبنى القضايا النسائية وتدافع عن حقوق المرأة. تمام يا حبيب قلبي؟ تمام. الدرس الثاني بعد كده بيقول لك اي مما يلي يعد اعلى سلطه داخل الجامعه. قلنا اعلى سلطه داخل الجامعه هو مجلس الجامعه. يعني بص، اعلى سلطه داخل الجامعه على طول قول له هي مجلس الجامعه برضه. قشطه. الدوله اللي تتبنت فكره انشاء جامعه الدول العربيه مصر، لان مصر راحت دعت رئيس وزراء سوريا والكتله الوطنيه اللبنانيه انهم يجوا القاهره للتباحث حول انشاء فكره جامعه. تمام؟ جامعه عربيه. شاركت مصر في مؤتمر القمه الاسلامي في سبتمبر سنه 69 يا صديقي، الذي عقد بمدينه ايه؟ قلنا يا مستر بمدينه الرباط في المغرب. الرباط دي يا صديقي في المغرب. حبيب قلبي مالكش دعوه بالرياض، الرياض دي في السعوديه. بعد كده بيقول لك من امثله المنظمات التي تضم في عضويتها دول العالم المستقله. ما تروحش تختار، استنى.
بدون وجود روابط معينه، يعني مش لازم يكونوا مرتبطين بروابط معينه. هي مين؟ الامم المتحده وعدم الانحياز. تعال نشوف كده مع بعض. ما عنديش غير الامم المتحده، انما الباقيين كلهم عندهم روابط مشتركه، روابط معينه. بعد كده بيقول لك تعتبر سلطته قانونيه على حكومات الدول الاعضاء في منظمه الامم المتحده. هو مين؟ مجلس الامن. مجلس الامن هو ليه سلطه قانونيه على اي حكومه ما دام هي من الدول الاعضاء داخل هيئه الامم المتحده. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك احد اجهزه الامم المتحده المسؤوله عن حفظ السلام والامن الدوليين. مين يا مستر؟ المسؤول عن حفظ الامن والسلام مجلس الامن. وبالله عليك السؤال ده مهم جدا، سؤال مجلس الامن. الجهاز القضائي، بس مفيش غيره، محكمة العدل الدولية. الجهاز القضائي للأمم المتحدة وموجود عندها مستر في لاهاي في هولندا. هو مين؟ محكمة العدل الدولية. تمام؟ اللي احنا طبعا لجأنا لها في حل مشكلة طابة. تتبع منظمة اليونسكو أحد أجهزة الأمم المتحدة مين؟ اوعى تغلط بقى يا صاحبي، لأن عندك اليونسكو وعندك منظمة الصحة وعندك منظمة الفاو، تمام؟ وعندك كمان اليونيسيف. الاربعه دول تابعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. تمام؟ ما تغلطش فيه عشان ما يوقعكش. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. قال لك يا صاحبي مساعده البلدان الناميه على تطوير وتحسين الانتاج الزراعي والتغذيه الجيده. هم مين يا مستر؟ دي يا حبيب قلب الفاو اللي مسؤوله عن طبعا الزراعه، تمام؟ مسؤوله عن الاغذيه والزراعه. بعد كده بيقول لك يوجد مقر منظمه الصحه العالميه فين؟ في جنيف. وجنيف ديت موجوده فين يا مستر؟ في دوله اسمها سويسرا. ادي دوله سويسرا. بعد كده يا حبيب قلبي منظمه الاغذيه والزراعه التابعه للمجلس الاقتصادي اهو. قلنا لسه من شويه تابعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحده. يوجد مقرها بمدينه ايه؟ قلنا مدينه روما. موجوده يا مستر فين روما؟ موجوده في دوله ايطاليا. بعد كده يا حبيب قلبي ساهمت مصر في تأسيس حركة عدم الانحياز في مؤتمر ايه؟ لسه قايل لك من شوية مصر راحت قعدت يا مستر مع الهند ومع يوغوسلافيا ومع كمان يا مستر اندونيسيا. راحوا قعدوا سنة 1955 في مؤتمر اسمه باندونج. بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لك يعين الامين العام لجامعة الدول العربية بموافقة مجلس الجامعة بأغلبية الثلثين لمدة 5 سنين. طبعا صح، لازم التلتين يوافقوا عليه. بعد كده أكدت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي على أهمية دور المرأة. طبعا صح، كقلب نابض. قشطة. بعد كده بيقول لك عقدت أول قمة إفريقية سنة 64 في دولة السودان. غلط طبعا، أول قمة مستر كانت موجودة عندي في مصر. بعد كده حبيب قلبي بيقول لك تتشابه المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية في إن الاتنين بيضموا دول العالم المستقلة. طبعا صح، بس إحنا قلنا الإقليمية قال لا مستر ترتبط بروابط معينة، إنما مستر الدولية والتي لا ترتبط بروابط معينة، يعني مفيش حاجة ما بينهم مشتركة بمعنى أصح. نشر الوعي من أجل حماية مياه الشرب من التلوث أحد أهداف منظمة اليونيسيف. غلط، أمال مين؟ منظمة الصحة العالمية بتحاول مثلا إنها تحمي لي، بتنشر الوعي عشان نحمي مياه الشرب من التلوث. ساهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ معابد أبي سمبل في عام 64. صح، وكمان يا مستر هيعملوا حاجة اسمها إحياء لمكتبة الاسكندريه. تمام؟ بعد كده بيقول لك تهدف منظمه الصحه العالميه الى رفع مستوى الرعايه الصحيه لجميع الشعوب. طبعا صح، تحاول توفر لنا افضل سبل الرعايه الصحيه. بعد كده صديقي بيقول لك منظمه تابعه للامم المتحده هدفها الرئيسي المساهمه في احلال السلام والامن. لسه اوعى تغلط وتروح تختار، عشان عندي 2 لهم علاقه بالسلام والامن، مجلس الامن وعندي كمان اليونسكو. تمام؟ ولكن اليونسكو مختلفه في حته صغننه. تعال نشوف. عن طريق رفع مستوى التعاون في مجال التربيه والعلوم والثقافه. ما دام قال لي تربيه وعلوم وثقافه يبقى دي يا مستر اسمها اليونسكو.
قشطه. انما لو المجلس الامن يا مستر مسؤول عن حفظ السلام والامن الدولي، تمام، وليه كمان سلطات او ليه سلطات قانونيه على حكومات الدول الاعضاء. الامم المتحده منظمه دوليه، من الاخر يا مستر ليه الامم المتحده منظمه دوليه؟ هتقول له لانها بتضم في عضويتها يا صاحبي اهو، لانها لسه قايلها كذا مره والله، لانها تضم في عضويتها دول العالم المستقله. تمام؟ اول حاجه والتي لا ترتبط بروابط معينه. عشان كده هي منظمه دوليه، ما فيش حاجه بتربطها بروابط معينه، عادي اي دوله تخش، سواء باشا مختلفه بقى في اللغه، في العادات، في التقاليد، في التاريخ، في الثقافه، اي حاجه هم براحتهم عادي جدا. تمام. طبعا كان من اهدافها ان احنا نحفظ السلام والامن الدوليين وتنميه العلاقات الوديه والتعاون الدولي، ديت الاهداف بتاعتها، وتعزيز كمان حقوق الانسان. اهو مجلس الامن هو اهم الاجهزه بتاعت الامم المتحده، قلنا لانه مسؤول عن حفظ السلام والامن الدوليين، اهو لانه مسؤول عن حفظ السلام والامن الدوليين. صح كده؟ كمان يا مستر وله سلطات قانونيه على حكومات الدول الاعضاء. خلاص صديقي. اهميه منظمه الاغذيه والزراعه اللي هي بيقولوا عنها الفاو. طبعا يا صديقي هنا هي كانت مسؤوله انها تقضي على الجوع، وتحاول انها تساعد كمان البلدان الناميه، البلاد اللي هي الناميه اللي هي عندها للاسف الدنيا متلخبطه وبايظه خالص، تحاول تساعدهم على تطوير وتحسين الانتاج الزراعي والتغذيه الجيده. يبقى اهميتها هتقول لها مستر هنا اول حاجه القضاء على الجوع. 2 مساعده البلدان الناميه على تطوير وتحسين الانتاج الزراعي والتغذيه الجيده. اتفقنا؟ عايزك بس يا صديقي كده تركز في حته صغيره، الشعارات مهمه. الشعارات اللي هي بتاعت مثلا عندك جامعه الدول العربيه، اتحاد افريقي، منظمه المؤتمر الاسلامي، الامم المتحده والاجهزه اللي جواها ليها شعارات عندك لازم تكون عارفها. وبكده الحمد لله نكون خلصنا فرم التاريخ ومسكنا اهم الاسئله المهمه اللي عندك وعلى اهم النقاط اللي موجوده عندك في التاريخ. تمام؟ عايزك تقعد تذاكرهم كده بشكل كويس، تحاول تركز فيهم وتراجعهم مره واتنين، ولو عطلان في حاجه ارجع عيد تاني الجزئيه دي، وان شاء الله هنكون معاك باذن الله وبنجهز لك مراجعه نهائيه هتكسر الدنيا ومش هيطلع عنها بره الامتحان، يعني ان شاء الله هتلاقي فيها كل تفصيله انت عايزها. تمام؟ وبالنسبه للناس ان شاء الله اللي عندهم مشاكل في الخريطه، دول كمان هيتعمل لهم باذن الله فيديو مخصوص عن الخرائط. تمام؟ اشوفكم على خير، سلام.